شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجكم هدى للناس في هذا الشهر الكريم، غرة شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا. مشاهدي الأكارم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر شهر القرآن الكريم، شهر تلاوة وشهر تدبر وشهر تفكر. القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه الكريم منجما في 23 سنة، أنزله الروح الأمين من اللوح المحفوظ كاملا إلى سماء الدنيا، ومن سماء الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الأحداث، موجها ومربيا ومزكيا. قال إبراهيم عليه السلام، يحكي ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. في هذا البرنامج نستضيف شيخينا الفضلاء، الشيخ الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، وشيخنا وتاج راسنا الشيخ محمد بن عبد الله، سائلين الله تبارك وتعالى أن تقضوا معنا مشاهدي الأكارم وقتا ممتعا، ليلة باللغة العربية لغة القرآن الكريم، وها هنا قد بدأنا بها، وليلة باللغة التجرينية. سائلين الله تعالى أن تفقهوا قولنا وأن تتعلموا يعني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول منا. أكرر ترحيب بكم مشاهدي الأكارم، وإلى أول فقرات هذا اللقاء مع تلاوة عطرة للشيخ محمد بن عبد الله فيما نصب إليه من آيات الذكر الحكيم في الصيام والقيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خيرا على هذه التلاوة العطرة. الشيخ حسن سلمان حياكم الله. استمعنا إلى هذه الآيات المباركات، وربنا عز وجل ينص فيها بقوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هناك إشارة إلى الاهتمام بكتاب الله عز وجل. مدخل في تدبر القرآن الكريم كيف يكون الشيخ حسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنالك 4 قواعد مهمة جدا لا بد أن ينطلق منها المسلم وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه القواعد 4 هي نعمة القرآن، وبوابة القرآن، وحق القرآن، وواجب القرآن. هذه القضايا 4 تعيننا حقيقة على أن نقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، ونحن ندرك على ماذا نقبل وفيما نفكر وما الذي يجب. أعيدها يا شيخ حسن. نعمة القرآن، وذلك في قوله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه أربطها مع قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالقرآن نعمة، يعني نعمة وأعظم نعمة وأكرم بها من نعمة. يا سلام. القاعدة الثانية بوابة القرآن، ولذلك الله عز وجل أوجب لنا شكر نعمه بصيام شهر رمضان كاملا. هذا من النعم فعلا. النقطة الثانية بوابة القرآن. ما هي البوابة التي تستطيع فعلا أن تدخل بها لتقطف بعد ذلك من جنان هذا القرآن العظيم، ومن ثماره، ومن أشجاره، ومن ما فيه من أشياء هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من أقسامه المختلفة. ذلك في قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. فالمدخل والبوابة لتنال كل هذه القضايا هو أن تدخل بمدخل التدبر. لا بد من مدخل التدبر. وما معنى التدبر؟ التدبر سنأتي إن شاء الله. طيب. نأتي إليه في قضية، لأنه فعلا حلقتنا اليوم كلها ستكون عن هذا الموضوع بالتالي. لكن أنا أريد الآن القاعدة هذه أن ترسخ عندنا: نعمة القرآن وبوابة القرآن. النقطة الثالثة حق القرآن. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فحق القرآن على كل مستمع أن يستمع إليه خاشعا، هذا حقه عليه. يا سلام، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف إذا كان لو أن الله أنزل هذا القرآن، ولو كما يقول أهل اللغة: امتناع شيء لشيء. فهي الآن لم يحصل ذلك، ولكن لو حصل لرأيت أن هنالك عجب. فحق القرآن أن نقرأه بخشية، وإن شاء الله هذه أيضا يمكن أن نفصلها. النقطة الرابعة واجب القرآن: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالنهاية إدراكك لنعمة القرآن، دخولك ببوابة القرآن، إعطائك للقرآن حقه. يجب عليك بعد ذلك أن تبدأ في التبليغ لرسالة الله، وحينها يفترض أن ترتفع عنك كل خشية عما سوى الله. يعني أي خشية من الخلق ينبغي من درس القرآن وتدبر القرآن وعلم معاني القرآن وعلم مقصود القرآن لا يمكن أن يعظم أحد غير الله. هذه النتيجة النهائية اللي يفترض تنتهي إليها عملية القرآن الكريم. فإذا جئنا حقيقة إلى موضوع التدبر حتى ينتفع الإنسان
به كذلك لها ثلاثة قواعد أساسية. النقطة الأولى في موضوع التدبر أنك تقبل على القرآن من حيث التلاوة بقصد التلقي. ومسألة التلقي سبحان الله كيف أن القرآن يعني نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة الإلقاء. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وألقينا عليك. فمسألة القرآن ألقاه الله سبحانه وتعالى على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإلقاء هو تنزيل القرآن ونزوله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. أم يقولون افتراه؟ نعم، أم يقولون افتراه، بل هو الحق. فهنا نزل من الحق جل جلاله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلقاء، يعني ألقاه الله على قلبه على طريق النبوة. طيب، هنا بالنسبة لنا نحن لسنا أنبياء، وبالتالي نحن محتاجين إلى عملية التلقي. يعني فرق كبير جدا بين من يتلو القرآن وبين من يتلقى القرآن وينتج ويثمر عملية الذكرى. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يفترض التلاوة تثمر إيه؟ تثمر الذكرى في القلب. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه الذكرى سبحان الله لن تحصل لكل من يتلو. التلاوة المصحوبة بقصد التلقي هو الذي يثمر الذكرى. والتلقي هنا أن يكون القلب حاضرا ليس غائب، لأنه كلمة شهيد هنا، كلمة شهيد في القرآن الكريم تعني الحاضر وليس الغائب. حاضر بقلبه وبجوارحه، وهو يتلقى القرآن وكأنما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كالحالة نفسها التي أنزلت على رسول الله، كأنما يتلقاه تلقيا. فإذا تعامل الإنسان مع التلاوة بأن الله يخاطبه فيتأثر وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من. لماذا؟ لأنهم حضور وليسوا غير. كثير من الناس للأسف الشديد هو يتلو حروف الكتاب وقلبه منصرف إلى غير معاني القرآن الكريم. فإذا القاعدة الأولى أن نقصد القرآن، طبعا آيات التلاوة كثيرة، وأنتلو القرآن وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس. تلاوة القرآن الكريم في ذاتها بلا شك محبذة ومفضلة، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا فاقرأوا ما تيسر منه. نعم، يعني الحرف الواحد ب10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف. فأنت فقط بألف لام ميم حصلت على إيه؟ طيب، جميل شيخ حسن، سنعود إليك إن شاء الله. نعم. شيخ محمد عبد الله، حدثنا عن مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم واهتمامه به في شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه بعد. أولا لا يخفى على أي مسلم أن شهر رمضان هو شهر القرآن وشهر تنزل القرآن الكريم. فمن الطبيعي أن أي أحد بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نهاية هذا الكون أن شهر رمضان هو مرتع خصب لقراءة القرآن الكريم ومدارسته. يا سلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من اهتمامه البالغ كان ينزل إليه الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام في كل عام ويدارسه القرآن ويتدارس معه كل ليلة ما أنزله عليه البارحة يتدارس معه الآن في هذه الأوقات المباركات. وهذا إن دل فإنما يدل على أن إشغال هذا الشهر بالقرآن هو من الأهمية بمكان. يعني إذا لم يكن في هذا الشهر من الأعمال الصالحة ما يعمله المؤمن إلا أنه يقرأ القرآن ويتدارسه ويكثر من تلاوته لكان ذلك كافيا، لأن هذا الشهر هو مقصود بالقرآن الكريم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام
كان ينزل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام في كل ليلة ويدارسه القرآن، وهذا هدي ينقله عليه الصلاة والسلام لأمته حتى تتأسى به وتتدارس القرآن الكريم، حتى إذا كان في آخر حياته وفي آخر رمضان للنبي عليه الصلاة والسلام جبريل دارسه القرآن مرتين. يا سلام. العادة جرت كانت مرة واحدة، وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم دارسه مرتين. فالمدارسة سنة نبوية، سنة تلقاها المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ليهتموا بالقرآن. طبعا لن نستطيع أن نحيط علما بما كان يحصل من مدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل. ما هي الجلالة والمهابة التي كانت تتنزل في ذلك الوقت على أمين السماء وعلى أمين الأرض الله. عليهما الصلاة والسلام. الله. فبالتالي يعني ما أدري ماذا أعبر وأقول، من الحماقة أن الإنسان لا يمر على القرآن الكريم في مثل هذا الوقت. يعني قد يكون هناك إهمال في سائر العام، ولكن ليس من العقل أن يدخل شهر رمضان ولا يتدارس الإنسان القرآن. ولذلك أنا أريد أن أنقل رسالة لكثير من الأخوات اللواتي يسألن دائما هل نختم القرآن عن طريق الواتساب وما شابه ذلك من البرامج، هذه تقرأ صفحة والثانية تقرأ صفحة. فكنت أقول لهن على سبيل المدارسة وعلى سبيل التعلم فلا بأس، فهذا المجال مجال مفتوح، لأنه هو مجاله الآن، ونحتسب أن نكون نتدارس القرآن الكريم. فلذلك أيضا يعني أنا أفضل لو كان هناك ثنائيات للمدارسة، وإن كان عندنا في جدة في مراكز تحفيظ القرآن الكريم هذه الثنائيات بالذات في شهر رمضان، يعني ستجد معظم حلقات التحفيظ ثنائيات بين الحفاظ يتدارسون القرآن، هذا يقرأ جزء وهذا يقرأ جزء، أحيانا ينتهون من 5 أجزاء 10 أجزاء في وقت واحد، ويأتي عليهم بعض الأوقات ينتهون في يوم كامل من القرآن كاملا. فما أجملها من لحظات حينما يتدارس الواحد منا هذا القرآن الكريم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا، وأنا أشعر أن قراءة القرآن في رمضان لها لذة غير اللذة التي يشعر بها الإنسان في غير رمضان، لأن هذا الشهر هو الذي نزل فيه هذا القرآن العظيم. طيب شيخ محمد، هل شرف القرآن بشهر رمضان أم شرف شهر رمضان بالقرآن الكريم؟ هذه لا تأتينا بفلسفة المتفلسفين حينما قالوا هل البيضة هي أصل الدجاجة أم الدجاجة هي أصل البيضة؟ لا بس هذا سؤال معروف يعني. لا بأس. أنا أعني أن شهر رمضان شرف بالقرآن الكريم، يعني صار له قيمة لما أنزل فيه القرآن، بل حتى الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم ليلة القدر شرفت بأول تنزل القرآن بل الكريم. أن القرآن الكريم شرف ليس فقط شهر رمضان، القرآن الكريم شرف جبريل لأنه نزل بالقرآن، القرآن الكريم شرف هذا الشهر لأنه نزل في هذا الشهر، القرآن الكريم شرف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي القرآن، والقرآن الكريم شرف هذه الأمة لأنها أمة القرآن. يا سلام. فالشرف ليس فقط لهذا الشهر، إنما هو سلسلة الشهر. هي سبحان الله هذا نور على نور. أيوة شيخ حسن. هذه الجزئية سبحان الله. طبعا هي فعلا كون رمضان شرف بالقرآن هذه لا جدال فيها. نعم. لكن أيضا هنالك كما قال الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. أن يجعل القرآن الكريم يتنزل في شهر اختاره الله، هذا نوع من الاصطفاء للشهر نفسه. نعم. لكن لا يفوق شرف القرآن ولا مكانة القرآن، لأن الزمان من خلق الله والقرآن من كلامه. هنا طبعا لا مقارنة. صحيح. لكن ربك يخلق ما يشاء ويختار، كما يقول ابن القيم خلق عالم الإنس واختار منهم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، خلق المكان واختار منها
مكة والمدينة والأقصى، واختار عوالم الزمان فجعل رمضان مكانا للصيام وكذلك طيب شيخ حسن، تنزل القرآن. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه ينتهي، وهو صفته وليس مخلوقا. ما تفسير هذه العبارة؟ هو على كل هذه المسألة سبحان الله مسألة حصل فيها نزاع طويل جدا وعريض، ولأهل السنة كما تفضلت ميزة خاصة في أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فمثلا صفة الكلام صفة مثبتة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فيثبتون صفة الكلام. من هذا الباب ينظرون إلى أن القرآن الكريم ليس مخلوقا، إنما هو كلامه جل جلاله. أشكل طبعا هذا الموضوع على المتكلمة من معتزلة وأشاعرة وغيرهم فيما يتعلق بقضية أن هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى وجدوه مثلا مكتوبا في السطور مقروءا بالألسن محفوظا في الصدور، فقالوا تداخل المخلوق مع الخالق، فأشكلت عليهم هذه القضية. ولكن عند أهل السنة المسألة منفكة، يعني فرق كبير بين أن تقول أنا أنقل إليك كلام فلان وبين أن تقول هذا كلامي. فأنت عندما تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، عندما تكتب في المصحف تكتب كلام الله، عندما تحفظ كلام الله. هذه فك بين الأمرين، بين أن والله أنا كمخلوق أتلو كلام الله سبحانه وتعالى أو أكتب كلامه، لكن في النهاية هذا كلامه جل جلاله ونقل إلينا، وبالتالي منه بدأ. عندما يقال منه بدأ جل جلاله، يعني هذا الكلام صادر من الله سبحانه وتعالى باعتباره متكلما، ومتكلم منذ الأزل، وليس يعني كلام طارئ، لا، متكلم منذ الأزل، وهو متكلم كذلك، يعني متكلم منذ الأزل ولا يزال جل جلاله متكلم. وبكلامه يعني تتوجه الملائكة، وبكلامه تتوجه الخلائق كلها، وبكلامه نحن أيضا كخلق الآن نتوجه من خلال القرآن الكريم وإليه يعود. هذه عملية طبعا فيها إشارة إلى قضية رفع القرآن الكريم في نهاية في أواخر الزمان. في أواخر الزمان يرتفع القرآن والعياذ بالله، تبدأ بعد ذلك، لأن القرآن الكريم هو مصدر الهداية على وجه هذه الأرض. فإذا رفع مصدر الهداية فلا تسأل بعد ذلك طبعا عن الظلمات التي ستغشى الخلق. أحسن الله إليكم. مشاهدينا الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. بينات من الهدى والفرقان. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ثم قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيذاء. في ناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجار، يقول البر والفاجر. من الفجار اللي ممكن الله ما شاء الله. شايف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجل ملهم. إيش يعني رجل ملهم؟ دائما توقعاته تكون في مكانها، هذا الرجل الملهم. قال الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مجادل. يجادل من يا إخواني؟ يجادل الله. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. برنامج من هنا نبدأ، برنامج تربوي إرشادي أسري، نعرف ما هو التصالح مع الذات، ما معنى التصالح مع النفس،
كيف نحقق الشعور بالأمن النفسي في حياتنا. التصالح كذلك يعني نظرتي لنفسي، علاقتي مع أخطائي، كيف نتعامل مع ضغوطنا، كيف نتعامل مع حياتنا في الحاضر. هنالك كذلك مظاهر أخرى للتصالح مع الذات، وهي أن أتصالح مع مظهري بشكل الخارجي، والتصالح مع البيئة الاجتماعية. ما هي حاجتنا إلى الأمن النفسي؟ إلى أي مدى هذا الموضوع مهم؟ ما هو الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه حتى نتصالح مع ذواتنا؟ من الهدى والفرقان. مشاهدي الأكارم، عدنا ونبدأ أيضا بعد هذا الفاصل بتلاوة عطرة لشيخنا الشيخ محمد بن عبد الله. خلاص ما في ترى والله ايوه انتحار. يا شد حالك انت. الناس ايش حيقولوا علينا؟ طيب حيقولوا الشيخ برهان سيتلو ان شاء الله جزاه الله خير. انا اللي كنت امام الان انت حلقي منتهي. ما احنا قلنا انه هو شهر القرآن ان شاء الله. شهر الخير، ربنا يشفينا. طيب نطرح ايضا محورا نناقش فيه فيما يتعلق بالمعنى الإجمالي لآيات الصيام التي ابتدأها ربنا عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى لعلهم يرشدون. فالشيخ محمد، المعنى الإجمالي حتى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ومن ثم يكمل الباقي. الشيخ حسن. طيب بالنسبة لآيات الصيام ابتدأها الله جل جلاله بنداء يشمل جميع المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء للمؤمنين أجمعين. وهنا في هذه الآية إذا كنا يعني فعليا نتدبر هذه الآية لخصت لنا وباختصار شديد المقصود الأساسي للصيام. لماذا فرض الله تعالى الصيام؟ يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا النداء يقول لكم ربكم كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. وحتى لا تتذمروا من الصيام والجوع والعطش وما شابه ذلك، قال كما كتب على الذين من قبلكم، يعني لستم بدعا من الأمم، يعني قد كان من كان قبلكم يصومون كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال الله جل وعلا لعلكم تتقون. جميل. حتى يحدث الله عز وجل من خلال هذا الصيام لكم التقوى، وهي أساس دخول الإنسان إلى الجنة والنجاة من النار. والتقوى معروفة، أن يعمل الإنسان بطاعة الله هو يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله يخاف عقوبة الله جل وعلا. أحسنتم ما شاء الله ما شاء الله. ثم بعد ذلك قال يعني من باب التخفيف على الأمة، يعني هي كلها أيام معدودات. هنا هي أنا تلحظ حتى من الحروف والعبارات تلحظ أنها يقول لك يعني لا تكترث كثيرا، إن هي أيام معدودات. والآن تسمع كثير من الناس يقول لك يا ليت السنة كلها رمضان. وهل سنكون فعليا مثل ما نكون في هذه الأيام المعدودات؟ والله لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، هكذا قال في الحج. ولو كان الصيام سنة كاملة ما استطاع الناس. ولذلك الله جل وعلا يخفف علينا ويتلطف بنا، وهو الذي خلقنا ويعلم قدراتنا. قال أيام معدودات حتى نقبل. لا
لا تخافوا، يعني هي أيام معدودة حتى نقبل هذا الفرض وهذا التوجيه. قال لنا يستلطفنا ربنا وقال أياما معدودات. وإذا نظرت إليها بجانب آخر، أيام معدودات ستشتاق إليها، ستمر عليك سراعا. ولذلك المحبون لرمضان تجدهم في آخر أيام رمضان يبكون على فراق رمضان. يا الله. ولو كان أيام السنة كلها رمضان لم يكن هناك شوق. شايف؟ فبالتالي قال أيام معدودات. من هذه الجهة مقبول البكاء، من الجهة الثانية غير مقبول. ثم جاء بما هو أجمل وأجمل وأجمل، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. رحمة وتيسير. سبحان الله. سنتحدث عن اليسر في الإسلام وسماحة الإسلام من هذا الباب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. فلذلك يعني حتى لو كنت مريضا لا تخشى، أنت لست بملزم أن تصوم، بإمكانك أن تفطر ثم تقضي في أيام أخرى. وكذلك إذا كنت مسافرا لمشقة السفر، أو حتى لو لم يكن فيها مشقة، مجرد خروجك من بلدك إلى بلد آخر تقصد سفرا، فأنت يعني مخير بين أن تصوم وأن لا تصوم. شوف سماحة الإسلام. نعم. يا سلام يا سلام. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل قال أيام معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام. هذا طبعا كان في البدايات. نعم. يعني الذي يعني يطيق يعني يفدي بدل أن يصوم، هذا كان في مجال التخيير في البدايات بين الفدية والصيام. بين الفدية وبين الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني ممكن تفدي وممكن تصوم، يعني كلا الأمرين. يا سلام. وهكذا إلى أن انتهت هذه الآيات التي تنص على مثل هذا الأمر الجميل. ثم بعد ذلك دخل في إيجاب الصوم حتميا، لا مجال إلا لمن كان معذورا، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهنا الربط الرائع الجميل بين هذا القرآن العظيم وبين الزمان الذي نزل فيه. ولذلك الذي ذكرته من قبل أن شهر رمضان هو تشريف لهذا الزمان أن نزل فيه هذا القرآن العظيم. يا سلام. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جلالة ومهابة وروعة. يعني هذا الشهر شرف بأن نزل فيه هذا القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، برنامجنا الرائع هدى للناس. هذا القرآن هداية وإرشاد ودلالة للناس جميعا، مسلم وكافر، لجميع البشرية. ولذلك تجد أن غير المسلمين حينما يستمعون القرآن يدخل في قلوبهم مباشرة، سواء أقروا أو جحدوا كلام ربهم. نعم، كلام الله عز وجل يتسلل إلى القلوب لأنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني القرآن الكريم إلى متى سيظل العلماء وهم يستنبطون منه ويستخرجون، مما دل على أنه فعلا القرآن الذي لا يمكن أن ينضب يعني معينه، لا يمكن، لأنه من كلام الله جل وعلا. وكلام الله عز وجل كنوز ولآلئ وجواهر، لا زال العلماء لم يستخرجوا منها ما يكفي لملء هذه الدنيا. الله. هدى للناس آياتنا في الآفاق نعم وفي أنفسهم نعم حتى يتبين لهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كان عندنا أحد مشايخنا يقول اكتبوا للطلاب في اللوح، اكتبوا لهم هذه الآية حتى يعلم الطالب أينما توجه أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأقوم السبل وأعدلها. سبحان الله. نعم. ثم بعد ذلك، بعد أن بين هذا الأمر العظيم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا أمر حتمي لا مناص منه. فإذا كنت شاهدا وكنت على قيد الحياة وكنت بصحتك ومقيم، فأنت ملزم الآن أن تصوم هذا الشهر. أحسنت. فأوجبه إيجابا قطعيا. يا سلام. يعني وكأنه نسخ للآيات التي كانت قبل هذه الآية.
فليصم ثم أيضا قال ولا زال الأمر في التيسير ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. كنت مريضا كنت مسافرا أفطر ثم أقضي بعد ذلك في أيام أخرى وهكذا. ثم أتى بالكلام الذي ينبغي أن يفهمه جميع المسلمين، لابد أن يفهموا هذا الكلام. يريد الله بكم اليسر، يعني لا تفهم من أن الله عز وجل فرض عليك هذا الصوم أنه يريد أن يشق عليك. الله عز وجل يريد بك اليسر، الله عز وجل يريد أن يسر لنا، لأننا بدون هذه الكنوز التي جعلها الله عز وجل لنا في هذه الشهر وفي غيرها ربما لا نستطيع أن نجابه يعني كوارث يوم القيامة. ولذلك الله جل وعلا لما جعل لنا الصوم والأجور التي ترتبت عليه وقيام الليل وليلة القدر كل هذا لأن أعمار من عذاب الله. نعم، لأن أعمار أمة محمد عليه الصلاة والسلام أعمار قصيرة. في هذه الفترة إلى 80 إلى 90 سنة، يعني ما هي الفترة الزمنية التي ستقضيها مع الله؟ ونصها تروح في النوم وفي اللهو وفي الغفلة. نعم، باقي لك شيء بسيط. الأمم التي كانت قبلنا كان عمر الواحد فيهم في الألف، يعمرون كثير. نعم يعمرون. فلذلك الله جل وعلا جعل لنا بدل الأعداد، جعل لنا البركة في الأعمال التي استودعها في مثل هذا. يريد الله بكم اليسر، الله يتقبل. نعم يريد أن ييسر الله لنا ولا يريد بكم العسر. يا سلام يا سلام. ثم قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا سلام. تكملوا عدة رمضان سواء كان 29 أو كان في 30 فهو إكمال للعدة. ثم بعد ذلك يأتي دور تكبير الله جل وعلا وشكره على جزيل نعمه على مثل هذه الأفضال التي أنزلها على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيك يا شيخ محمد عبد الله على هذا البيان المختصر الجميل. شيخ حسن، قلت لنا أن تدبر القرآن له 4 مراتب، وذكرت لنا المرتبة الأولى والثانية وتوقفت عند الثالثة وقلنا سنأتي عليها ونكمل، فإلينا ما بقي من الشرح. حياك الله. أنا فيما يتعلق بموضوع أولا إذا كان لكم تعليق زائد على ما ذكره الشيخ محمد عبد الله. والله تعليقي فقط في أن أقول سبحان الله، هذه الآيات المختصرة من يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى قوله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آيات الناس لعلهم يتقون. هذه الآيات سبحان الله تؤلف منها مجلدات. أي والله. يعني انظر إلى فيها الأحكام، وجوب الصيام، فيها أصحاب الأعذار، على من يجب الصيام، فيها مقاصد الصيام. يعني الآن الشيخ يمكن ذكر 3 4 من المقاصد الأساسية: مقصد التقوى، مقصد التيسير، مقصد الذكر، مقصد الشكر، إذا سأل مقصد الدعاء، مقصد الرشد. هذه كلها سبحان الله. بس فقط وأنت تسير بين هذه الآيات فإذا بك أنت سبحان الله تجد فيها حتى قضية أحكام ثبوت شهر رمضان وكيف يثبت الشهر. تجد كل الفقهاء سبحان الله يدورون حول هذه الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين بطبيعة الحال هذا الموضوع. يعني فيما يتعلق بتكملة ما وقفت عليه، قلت القاعدة الأولى هي قاعدة التلاوة على أساس التلقي. القاعدة الثانية المدارسة، التعليم والتعلم على طريقة المدارسة. وهذا نأخذه الأولى والثانية والثالثة أيضا نأخذها من قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذه الآية سبحان الله بيّنت لنا ما الذي يمكن أن نقوم به إزاء القرآن. النقطة الأولى قضية التلاوة التي ذكرت فيها أن التلاوة الاستكثار منها، أن نأخذها على سبيل التلقي، حضور قلبي، حضور ذهني، حضور نفسي، حضور وجداني، هذه كلها في موضوع التلاوة. المسألة الثانية ندخل في التعلم والتعليم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين، يعني
إذا كانت التلاوة تمكنك من الحالة الوجدانية والتعبد وأخذ الحسنات وكذا، فإن عملية التعليم والتعلم تأخذك إلى الرشد، تأخذك إلى الرشد. وهنا سبحان الله قضية المدارسة، جبريل عندما كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ما خلاص عملية الحفظ حفظه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما الذي يفعله جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ المدارسة اللي هو التعليم والتعلم. التعليم والتعلم دخول في مفردات اللغة العربية والأحكام والسياق وما يجب وما لا يجب والمنهيات وما يفهم عنها هنا، ويعلمه كما تعلم من جبريل عليه السلام من خلال المدارسة، أيضا نحن نتعلم من خلال المدارسة. وهنا سبحان الله نشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي لا يعني ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه، فدل ذلك أن التلاوة خلاف المدارسة. صحيح، خلاف المدارسة. صحيح. فالمدارسة هي حالة، جزاه الله خير الشيخ أشار إلى أنه والله الاثنين هذول ما يتبادلوا التلاوة فقط، يفترض أن يتبادلوا أيضا معاني ما يتلون. صحيح. ماذا تعني هذه الآية؟ نعم. ما هو السياق الذي وردت فيه؟ هل هي منسوخة؟ هل هي مقيدة؟ هل هي مطلقة؟ ما الذي نستفيده من الأحكام؟ فهنا سبحان الله كما يقول أحد الكتاب الذين برعوا حقيقة في هذا المجال، يقول المدارسة إلى حد كبير عملية عقلية تعمل في النص. المدارسة عملية عقلية تعمل في النص من خلال مفهوم اللغة ومن خلال البيان النبوي، فتجد أنت تدور مع النص ودلالاته حتى تشكل رصيد معرفي ضخم جدا، وحينها تكون من أهل الحكمة والفقه. كونوا ربانيين كما قال ابن عباس، الربانية هي أن تكون حكيما فقيها. لن تكون حكيما فقيها إلا إذا استطعت فعلا أن تتدارس القرآن. القاعدة الثالثة هي أن تتلقى القرآن الكريم من أجل التزكية ببوابة التدبر. ماذا أريد أن أصل بالتلاوة؟ ماذا أريد أن أصل بالمدارسة؟ تزكية النفس ويزكيهم. وهنا سبحان الله التزكية في سورة البقرة في بعض المواطن قدمت وفي بعض المواطن أخرت، وفي سورة الحج التزكية توسطت، يعني جاءت متقدمة على عملية التعليم، وفي سورة آل عمران جاءت متقدمة اللي هو يزكيهم ويعلمهم. هنا سبحان الله تلاحظ أن التزكية حالة تنجم، طبعا من الصعب أن نفصلها عن التلاوة، التزكية نفسها صعب نفصلها من التلاوة، لكن هي عملية تنجم عن التعليم. يعني الإنسان الذي لا يستطيع أن يتعلم القرآن لا يستطيع أن يتزكى. لكن لماذا قدمها مثلا لماذا قدمها في أكثر من موطن، بينما في سورة البقرة لما تكلم عن إبراهيم عليه السلام أخرها قال ويزكيهم. فالوضع الطبيعي هو ما جاء في سورة البقرة، إن التزكية آخر شيء، يعني يفترض المدارسة الخلاصة التي ننتهي إليها هو أن تحصل تزكية وتطهير للنفوس. لكن المواطن التي توسطت فيها قالوا قدم الغاية على الوسيلة، فالتعليم والمدارسة وسيلة لإيه؟ لعملها الغايات، فقدم هنا الغايات على الوسائل. فإذا استطعنا أن نعمل هذه القواعد الثلاثة مع القواعد الأربعة الأولى التي ذكرتها، قضية نعمة القرآن وبوابة القرآن وحق القرآن وواجب القرآن، مع هذه المداخل الثلاث اللي هي تلاوة بقصد يعني أن تتلو القرآن بقصد التلقي، وأن تتعلم وتعلم من أجل المدارسة أو من خلال بوابة المدارسة، وأن تسعى إلى التزكية من خلال عملية التدبر. هنا نأتي ما الفرق بين التدبر والمدارسة؟ يعني انظر إلى أن القرآن جعل مسألة التدبر غاية أساسية. كتاب أنزلناه إليك مبارك، قال ليتدبروا آياتي. يعني المقصد الأساسي أن والله هذا القرآن يحصل فيه تدبر. التدبر سبحان الله هي النظر إلى المآلات، لكن ما هو هذا المآل الذي ننظر إليه؟ بعض الناس يريد منا أن هذا القرآن نتلوه في مساجدنا ولا ننزله في واقعنا. يقول لك إياك لا تنزل القرآن. طيب يا أخوان، هذا القرآن جاء أصلا ليتنزل على الناس. فهنا سبحان الله التدبر هو أثناء ما تتلوه، إذا كانت الآية آية تتعلق بالنفس انظر أين موطنك منها. فيقول الشيخ فريد الأنصاري عليه رحمة الله، يقول التدبر حالة وجدانية والمدارسة حالة عقلانية. فالتفاعل القلبي مع الآيات وإنزالها على النفس وموطني أنا من هذا النص القرآني، وهل أنا والله معني بهذا النص وأين موطني منه؟ هل أنا والله عندما يقول الله أقيموا الصلاة هل أقمت الصلاة؟
عندما يقول أقيموها، هل أنا أقمتها على الوجه الصحيح؟ هذا على مستوى الأنفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا على مستوى الأنفس. طيب على مستوى المجتمعات هنالك آيات كثيرة جدا تتناول سنن المجتمعات. بعض الناس مثلا نضرب نموذج قضايا الزلازل، مثلا قضايا الزلازل تقع في المجتمعات. المسلم الذي ينظر بمنطقة تدبر يقول لا بد أن نقف مع ما يقع من سنن الله سبحانه وتعالى في البشر. لا شك. هذا نوع من أنواع ننظر إلى أنه والله هذا الأمر ما المقصود منه؟ صحيح. لماذا وقع ما وقع؟ فسبحان الله التدبر هي حالة من النظر في القرآن الكريم بحيث لا يظل المصحف معلقا في الهواء ولكنه يكون متنزلا في الأرض. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، كان النبي صلى الله عليه وسلم تروي تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فالتأول هنا هي محاولة تحويل النص النظري إلى حالة حالة عملية. فهنا التدبر يحيلنا إلى هذه المحطة، فيقول عملية المدارسة هي تعليم وتعلم في جوهر النص من خلال اللغة، من خلال السياق، من خلال المعاني القرآنية، وعملية التدبر هي محاولة تنزيل هذا النص ليعمل في الواقع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن. فعندما نحيل القرآن الكريم من الآيات التي هي في كتاب الله كآيات مقروءة ومتلوة ننزلها على الواقع، هنا تأتي عملية الإقامة. ولذلك يعني صدق من قال أن الله سبحانه وتعالى ينشئ الدين وينزله، والبشرية مكلفة بإقامة الدين، أن أقيموا الدين. فإقامة الدين هي التي توصلنا إليها هذه المحطات التي إن شاء الله نصل إليها. وأخيرا أختم بأن الله سبحانه وتعالى في كتابه يجمع ما بين التلاوة والمدارسة والتدبر والتفكر، فيجعلك التدبر في النص القرآني ومآلات هذا النص، والتفكر ينقلك من النص القرآني إلى الوجود المخلوق، يقول إن في خلق السماوات والأرض، فيخرجك من دائرة النص القرآني المجرد لأنه ينقلك إلى عالم آخر. هنالك مصحف مشابه لهذا المصحف وهو الكون المنظور، فيجعلك القرآن نفسه يحولك إلى عملية من تدبر إلى عملية إلى تفكر الآيات الكونية. فسبحان الله بالنظر في آيات الله الكونية والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة يحصل للإنسان اليقين، ويحصل له التقوى، ويحصل له الرشد، ويحصل له عملية الشكر الذي هي في الحقيقة غاية الغايات في نهاية المطاف. يعني كما يقولون العبادة تقود إلى التقوى، والتقوى تقود إلى الشكر، والشكر يقود إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم شيخ حسن على هذا البيان الطيب، ما شاء الله تبارك الله. طيب شيخ حسن، يعني هل نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يردد بآية واحدة من الليل إلى الفجر أن وجدانه كان متفاعل مع الآية الكريمة؟ أحسنت، الله أكبر. هكذا سبحان الله، يعني لا تجد منطق آخر إلا هذا المنطق، وهو أنه وجد قلبه في هذا المكان. وأنت مطالب خاصة في النص القرآني وفي حتى في العبادات، يقولون انظر ما الذي يحرك قلبك. سبحان الله. ما الذي يحرك؟ بعض الناس تحركه التلاوة، بعض الناس تحركه الصلاة، بعض الناس يحركه الذكر. فانظر ما الذي يعني يتفاعل معه القلب، ما الذي يتفاعل معه القلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان عندما إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني ليلة كاملة، وهو معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل مع هذا النص على المستوى الشخصي، ثم نظر بعد ذلك في أحوال مجتمعه وفي أحوال أمته، فظل يرددها ليلة كاملة لما فعلته في نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم صحيح. وهل هذا يعني أيضا أن الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظونها ويتعلمونها ويتدارسونها فيما بينهم ثم يعملوا بها؟ نعم. هل هذا يندرج أيضا تحت هذا؟ صحيح. كانت طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التقليل من أجل التدبر. يعني مثلا لما نسمع أن عبد الله بن عمر مثلا مكث 8 سنوات في سورة البقرة، يعني هذه ليست تلاوة وليس حفظ. أنا أتوقع أنه كان ببساطة يمكن أن يحفظها في صبيحة، يعني صحيح. هم ما شاء الله أهل الحفظ، صحيح. لكن كانوا سبحان الله يقفون
مع سورة، وخاصة سبحان الله هذه السورة العظيمة تجد فيها كل أحكام الشريعة. وأحسب بعض العلماء في المدينة المنورة كان مثلا مشهورين بأنه والله أنهوا كثير من العلوم، علوم التفسير وعلوم النحو وعلوم العربية وكثير من العلوم من خلال تدريس سورة البقرة. يعني سورة البقرة تجد فيها كل الأحكام. طيب شيخ حسن، معليش أكثرت عليك من الأسئلة. جيل الصحابة جيل عظيم استطاع أن ينشر هذا الدين وأن يبلغه إلى أصقاع الأرض، والذين وجدنا منهم قد حفظوا القرآن لا يتجاوزون حقيقة 10,000، لكن الذين عملوا بالقرآن الكريم من الصحابة كلهم أكثر من 120,000، يعني أكثر ما ذكر المؤرخون في عدد الصحابة 120,000 رضي الله عنهم. ما سر ذلك يا شيخ حسن؟ سر ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا المقصود الأساسي من نزول القرآن. الله سبحانه وتعالى لا يريد منك فقط أنك لا تحفظ الله، هو جيد أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتكون مأجورا ولك فيه الرفعة، ولكن ما هو أهم من ذلك مقصود هذا القرآن أن تمشي به بين الناس، كما ذكر الشيخ إن هذا القرآن يهدي. كيف تستطيع أنك والله تحمل هدايات القرآن للبشرية؟ كيف تستطيع أن تحول هذا القرآن إلى مفاهيم وإلى تصورات وإلى قيم وإلى منظومات عملية وإلى تشريعات حتى تستطيع أن تعم البشرية؟ فالصحابة رضوان الله عليهم أدركوا مقصود إنزال القرآن الكريم ليتدبروا آياته، وهذا التدبر من مقتضياته أن تدعو بعد ذلك. والله يا شيخ حسن حلقة ممتعة، كان بيدي أسئلة كثيرة، حتى في قوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وفرق الله عز وجل بين الهداية والشفاء. سنأتي على هذه المعاني العظيمة. مشاهدينا الأكارم، وقتا ممتعا قضيناه معكم انتهى الوقت. إلى غدا إن شاء الله ألقاكم في حلقة جديدة مع الشيخين الفاضلين. غدا سنكون باللغة التجرينية، والشيخ حسن سيكون معنا مباركا إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا أخوكم برهان يحييكم، وإلى غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان